السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، ويا رب تتحقق كل الأمنيات. هنا طبعا كليشة العيد صح متأخرة بالفيديو، بس هو أنا أصلا أول يوم العيد سويتها لأن لا طلعت ولا رحت ولا اجيت. فهنا عندي كيلوين طحين، خليت له نص كوب شكر وخاشوقة شاي خمرة وكيس بيكنج باودر وكيس فانيلا وملح وهيل. خلطت المكونات الجافة كلها، نخلطها زين الطحين والمكونات الجافة خليتها. وهنا عندي طبعا للحشو سويتها بس جوز ومبروش، وخليت له هم هيل وحباية البركة اللي هي حبة السودة. وعندي هنا 4 باكيتات زبد وكوب ونص دهن جنة، ينطيها طعم كلش طيب. وهسه خليت نص من الدهن، وأشوف الطحين ايش قد يحتاج وبعدين أخلي الباقي. هنا طبعا أنا ضفته على قسمين، وبالسباتولا ظليت أحرك بيه، وبعدين بإيدي فتفته الطحين لحد ما تلبس بالزبد والدهن. وجبت مي بنفس الطاسة اللي كنت مخليه زيت، وضفت بالتدريج وعجنت. طبعا أخذت من عندي تقريبا قلاصين مي فقط، وباعوا العجينة ريحتها تخبل من الفانيلا والهيل. بنات أي شي لا تخلون بالكليتة حليب ما أعرف شنو، أنا بس إذا متوفرة قشطة أخلي لها قشطة، بس ما كانت عندي مو مهم. فهنا بعد ما ارتاحت ساعة مثل ما قلت لكم، أنا ما خليت لها هواية خمرة لأن ما أحب أخمرها، خاشوقة شاي خمرة فقط ويا كيس البيكنج باودر. وهسه نبدي بالتشكيل. طبعا هاي الصواني الفافون اللي أنا راح أشوي بيها، وهنا أنا مجهزة الحشو، وقسم راح أسويها الضفاير وقسم بهذا القالب اللي هو سهل تشكيله. وهنا طبعا شكلت هاي اللي ضفرتها الجذل، وهنا طبعتها بهذا القالب. وهسه أوديها للفرن. طبعا عندي بعد هذا قسم وبعد من العجين ما كملته، وهسه وديتها للفرن. وهذا كان شكلها النهائي، والشكل والطعم يجنن. سهمنا وسهمكم ألف عافية. هاي الكليتة بأبسط الطريقة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولا تنسون لايك واشتراك بالقناة اللي ما مشترك، وتعليق حلو من عندكم. ونلتقي إن شاء الله على خير. مع السلامة.